عب هلا باللي يقسم الظهر صدق. المواتر هذه اللي تقسم الظهر. ايوه اي خله 300 يصير رقم مميز. ايوه روح بس 127 لتر فلاند الفي اكس ار موديل 2011. ربطنا خط على الموتر هذا. انا قد صورته قبل كذا تمام، قد صورته قبل كذا بس برجع به الرياض وعندي له فيه شغيلات كذا، كنا نسوي لكم فلوج كذا حلو. طبعا انا حاليا هذا طريق السيل، نهاية السيل، وهذا السيل الصغير نطلع ان شاء الله على الرياض باذن الله. خلكم معنا. يا مرحبا ومسهلا، يلا حيهم. شو اخباركم؟ طيبين؟ اموركم زينه؟ اول شيء الكاميرا اللي اكلمكم منها ترى عليها مايك في الزاويه، عشان كذا الصوت طالع زين. في ناس تقول يا اخي انت ما انت مركب مايك، والله العظيم مركب مايك. هذا اول حاجه. الشيء الثاني اشكر تفاعلكم صراحه على مقطع الباترو النيسان. الف شكر صراحه، يعني المقطع يعني خلال كم يوم شفته واصل ما شاء الله 20,000، والتعليقات ما توقف، غير الملاقط اللي قاعد اشوف التعليقات. وفي بعض الناس الله يهديهم يعني عندهم طولة لسان شوي، يعني يفضل انك انت تقول خانة التعليقات هذه لك الحق تتكلم وتعلق زي ما تبغى، بس يكون بالادب وبالاحترام بدون الغلط على الاهالي وعلى الناس. ذي رجاء خاص. يعطيكم العافية. بتقولون ليش ابو جودي صورت الفكسار اللي معك حاليا؟ هذا الموتر اول شيء طبعا لا اله الا الله. هذا الموتر يا جماعة الخير سبق وقد صورته من قبل. طبعا اللي يتابعوني من زمان يعرفون الموتر هذا اخذته سويت عليه حدود 6 و7 فلوقات تجديد، ومسكت فيه خط، فللته فل تمام، ونزلني ووداني لين بعد الهدى، بعد طريق الجبل ذا اللي يسمونه الكر. بعده وقفت فللت قطع بحدود 800 وشوي. بس في ناس قعدت اسولف معهم قالوا ترى يا ابو جودي وانت رايح للغربية تراك على طلوع، بس وانت نازل للرياض ترى نزول شوي. ونشوف الكلام هذا صحيح ولا لا. طبعا الهدف من التجربة هذه أول شيء السيارة هذه راح يكون آخر فلوق يصير عليها بالضبط، يبغى لها بس تلقيطات خفيفة كذا الموتر هذا ما شاء الله تبارك الله فيكسار موديل 2011، الماكينة الكبيرة اللي 5.7، الجير ما شاء الله من 6 نمر. السيارة مريحة، ماشي 140 والار بي ام على 2000، مريحة السيارة ما شاء الله تبارك الله. السيارة ماشية 340، مالك أول ما شاء الله تبارك الله. طبعا اللي خلاني أصور السيارة هذه بسوي مقارنة بين الباترول الجديد وهذا. طبعا هي مقارنة مي بعادلة، أنا معاكم خلاص، بس اللي يشوف الفرق بين القديم هذا اللي معي والموديل الجديد إن شاء الله إذا سمحت لي الفرصة إني أجربه تمام. الشيء الثاني الفيكس ار هذا اللي معي، أنا لقيت معاه أغراض جاية مع السيارة. أنا طبعا انصدمت أن تكون معها. معليش يا جماعة في كاميرا نتعداها. ايوه رجعنا لكم. طيب السيارة جاي معها اغراض تمام للفيكس ار، بس ما ادري هل يجي للجكس ار للجي اكس ار الفل من الموديل هذا نفس الاغراض ولا لا. اذا وقفت عند البراك بوريكم اياها. وبسألكم برضو اللي معهم الموديلات الاجدد والموديلات الجديدة
الفل كامل الفيكسار معكم، هل تكون مع نفس الأغراض هذه ولا لا؟ إذا وقفت عند البراك بوريكم، لا تخافوا ما عليكم. طبعا إيش اللي خلاني أصور فلوق على السيارة هذه، مع أن هذا يعني ثاني مرة. أول شيء التحدي اللي أنا بسويه، الموتر هذا ما راح أوقف في نص الخط بقول لك يوديني ولا ما يوديني، راح يوديني بإذن الله. التانك كبير مثل ما شفت بداية المقطع، ما شاء الله تبارك الله، يعني 300 ريال أخذها صح تمام. لكن السؤال هنا ايش يقول؟ هل التانكي هذا بالدعسة اللي أنا ماشيها بتدخلني الرياض قبل لا تولع اللمبة ولا لا؟ إذا دخلني الرياض قبل لا تولع اللمبة، الموتر هذا ما شاء الله ولا غلطة. يا أخي امشي، يا أخي يا أخي امشي، يا أخي نظام التلحيم هذا ابن الحلال امشي. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش مشاكل جن، استغفر الله العظيم. المهم، فالموتر هذا أنا قاعد أسوي له تحدي، إنه هل يوديني الرياض قبل اللمبة ولا لا؟ إذا وداني دخلني الرياض مع التفتيش قبل لا تولع اللمبة، الموتر هذا ما شاء الله تبارك الله ولا غلطة. وإذا ولعت اللمبة ما يخالف، بس هو التحدي إن أبغى اللمبة تولع بعد ما أخش، ما أبيها قبل. الموتر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا جماعة، يعني السيارة بحالة الوكالة، عزلها كويس. هنا في السيارات هذه لا تدور الفخامة التوب، فخامتها على قدها خلاص. اوكي، فخامة السيارة هذه على قدها بس تعتبر فخمة. لكن شوفوا مقارنة الأسعار بين القديم وبين الجديد. هذا على أيامه في الوكالة كم سعره؟ الفيكس ار يوصل لين 250 ألف. شوفوا فرق الأسعار كيف زمان من عند عبد اللطيف جميل. الجديد واصل فوق 300 ألف ويوصل لل 400 ألف. طيب على أي أساس يوصل السعر هذا؟ أوكي، إيش الفرق بينه وبينه؟ يعني هذاك 6 سلندر 400 وهذا 8 سلندر. بتقول لي لا فرق المواصفات من المواصفات، مواصفات كل ما هي تزيد، يعني مي ذيك التوب في المواصفات تمام. كلها سيارات عملية، كلها سيارات جبارة، بس اللي يعيب تويوتا السعر والدلع اللي ينقصها دلع. ترى سيارات تويوتا والله ينقصها دلع. في ناس تحسبني انا يعني ما احب سيارات تويوتا، بالعكس اغلب فلوقاتي اللي قاعد اسويها كلها سيارات تويوتا. الافلا، الكامري بدل واحدة 2، الكريلا، اليارس، اللاند تمام، باقي فان ولا هايلوكس ولا شاص، هذه كلها جايه في الطريق ان شاء الله. السيارات الثانيه يعني الوكلاء او المصانع حقينها مدلعين سياراتهم تمام، والاسعار معقوله. تويوتا فيها شوي فقر في المواصفات والاسعار عاليه، لكن ان شاء الله ان يعني تويوتا تنتبه للشيء هذا عشان ما ينسحب البساط من تحتها، لان الصينيين والله ما هم مقصرين صراحه. عشان كذا نيسان صحصحت ونزلت لكم الباترول ذا وكبوا فيه مواصفات تمام، سواء الستة سلندر ولا التيربو ولا التنفس طبيعي، كبوا فيه مواصفات وسعره انا غالي بس يعني ينافس. لكن اتمنى ان الباتر الجديد هذا التيربو 6 سلندر ما يصير مثل اللاند في مشاكل الماكينه، التخبيطات اللي تصير. نزلت مقاطع قبل فتره ان اللاند دائما مكانها تخبط 6 سلندر، اذا مشى 50,000 ولا مشى 100,000 ولا 150,000 ولا 200,000 فجأة الماكينه مع السلامه. فهذه عيوب مصنعيه. اتمنى ان نيسان يعني ما توصل للمرحله هذه، لان اللي فيها مكفيها. الشركه اساسا يعني مولية رايحة، احتمال تقفل، وراح يزعلون الناس كثير صراحة، لأن في ناس تحب نيسان. طبعا المفروض اني اصور الفلوق هذا والله في النهار، بس ما سمحت الفرصة، قلنا خلونا نصور في الليل.
والموتر ما شاء الله تبارك الله راحت اول شرطة ومشيت عليه لين الحين 205 140 والار بي ام على 2000 ومريح، لا يرجع نمرة ولا يقدم نمرة، مريح الجير اموره طيبة. طبعا الموتر هذا التلقيطات اللي بضبطها فيه راح بعد كذا راح يكون الموتر ذا يعني للبيع ان شاء الله، والله يكتب لي فيه. المهم بنوقف عند البراك وبنشوف قديش وصل البنزين وبعد كذا راح نرجع لكم. اهلين وسهلين، رجعنا لكم من جديد حبايب قلبي. عند وين؟ عند البراك. نبي نتعشى، نبي نتعشى، نبي نروق ونريح شوي، نكعب رجالاتنا شوي. اوكي يا حلوين، بسم الله. طبعا ما شاء الله تبارك الله من الحاجات اللي تبشر بالخير، بسم الله، من الحاجات اللي تبشر بالخير البنزين قبل النص، وهذه المسافة اللي قطعتها 517 كيلو. ما بقي لي شيء الرياض، مرة ما بقي لي شيء الرياض، بريح شوي نروق نكعب رجالاتنا. المشي زين يا جماعة، أنا راكب السيارة من الساعة 4 وأنا قاعد نتغدى عند حبيب القلب هذا، حبيبي أنت. بعدها نكمل بوريكم الحاجات اللي قلت لكم إياها إذا وقفت عند البراك أوريكم إياها. بسم الله، فك الحزام كذا، يا ساتر، اوه كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ناكل لقمتنا ونرجع لكم ان شاء الله. اللهم لك الحمد، خلصنا عشانه. قلت خلني اجي مكان فيه نور عشان اوريكم الحاجات اللي جت مع السياره. طبعا السياره زي ما انتم شايفين فيها في النص هنا شاشه DVD. خلاص شوفوا ايش جاء معها، انا اول مره ادري بالشيء هذا. جاء معها سماعات، تشوفون، شوفوا كيف جديدة ما انفكت بكياس يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. مو بوحدة، جاء معها 200. ما شاء الله تبارك، جديدة يا جماعة. كيس الوكالة ذا ما انفك، مو بس كذا، جاء معها برضه ريموت. والله ما انفك كيسه، جديد، ريحة الوكالة زي ما انتم شايفين. هذا هو الريموت، اتحكم فيه في الشاشة. انا اول مرة ادري بالشيء هذا، فاكتبوا لي في التعليقات اللي عندهم نفس الموديل اللي معي 2011، الموديلات الاجدد، الموديلات الجديدة بالكامل يجي معها الشيء هذا اللي انا وريتكم اياه ولا لا. طبعا هذا شعار ال VXR، لان الشعار انا عندي هنا انفك زي ما انتم شايفين، ف بركبه السيارة يبغى لها لمسات كذا وبعدها خلاص. الصراحة الأمانة يا جماعة أنا انبهرت من الحاجات هذه، أنا انبهرت فعلا. الوالد يوم جاي يوريني إياه قال في سماعات تبغاها، كنت يمكن زايدة عندها، ما كنت أدري إنها حقت الوكالة، حتى من كثر ما هي جديدة. ما شاء الله تبارك الله، شيء من الآخر. ربطنا أغراضنا، بسم الله. طبعا هذه اللي بضبطها، في حاجة قدام في السدان بضبطها، تلميع ساطع، لمع الاسطبات، الأمور تمام. بسم الله، يا الله. ما شاء الله تبارك الله. نوجه للرياض، نتوكل على الله والحافظ الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم لك الحمد والشكر. توني متعديها مثل ما انتم شايفين ان شاء الله واضح عندكم. توني داخل الرياض، اللهم لك الحمد. دخلت الرياض ولسه ما جت على الربع حتى، وقاطع لين ذا الحين 732. ما شاء الله تبارك الله. هذه الصرفيات ولا بلاش؟ طبعا كلمة حق يا جماعة، وانا اقول كلمة حق بس نرجع نحط مثبت. لحظة، ايوه بس كلمة الحق يا جماعة تنقال. دخلت الطائف، اول فلوق على السيارة هذه وانا راجع وانا رايح الغربية، دخلتني الطائف رجالة. وصلت لين الهدى ونزلت مع الكر، ولعت اللمبة تمام. يعني قطع ب 800 زي الحلاوة. فهذه أول سيارة رفيعة تقطع ب 800 تمام. الجنس ما قطعها، مع أن الجنس بيض الله وجهه، يعني 90 لتر بيض الله وجهه ما قصر. الحين وأنا راجع تمام، وأنا راجع الحين الرياض، ما شاء الله تبارك الله، دخلني الرياض وباقي فوق الربع. فالموتر ما شاء الله تبارك الله، يعني في الخطوط خذ ولد في الصرفية ما يحتاج، لكن داخل مدينة سيء سيء جدا 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 سيء. طبعا أنا أبختم عند البيت إن شاء الله. إذا وداني لين عند بيتنا وما ولعت اللمبة فالموتر رجال. والله الموتر ما يعيبه شيء، مع انه قديم بس ما يعيبه شيء. اللي يعيبه حاجة واحدة بس، صرفية بنزين عالي جدا داخل المدينة. لكن هو ما شاء الله تبارك الله موتر رجال ولا غلطة. أنا العموم طبعا بين نجم الدين، طبعا المنطقة اللي أنا دخلتها ذا الحين إلى شرق الرياض والله في حدود 40 كيلو. أول ما نوصل إن شاء الله نبي نختم ونقول لكم كلمتين حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. دخلنا الحارة واللمبة ما ولعت. صراحة الفلوق هذا التاريخ صراحة. سيارتين بس اللي دخلتني الرياض ولا ولعت اللمبة لين البيت. البي ام 2005 وهذا أول سيدان، والأمور هذا بس. سيارتين يا جماعة الخير ما قصرت. اللهم لك الحمد. بس خلونا نشوف لنا مكان نوقف. طبعا أزمة اللي يسكن في عمارة ما راح يلقى موقف. اللي ساكنين في بيوت امورهم طيبة يعني، بس اللي ساكنين في عماير والساعة 1 حاليا ما راح تجي تحصل موقف، ما كل الحديقة توقف فيها. لا اله الا الله. والله تعب شديد يا شباب، والله تعب شديد جدا جدا، تعب شديد. بوقف هناك في الزاوية. اختم مرة واحدة. أزمة مواقف. البنزين على الربع بالضبط، واللي قطعناه 781 كيلو. والبنزين هذا تدرون من وين؟ البنزين هذا من السيل الصغير. تخيل، من السيل ايش؟ الصغير، من السيل الصغير يا حبيبي. اللهم لك الحمد يا رب. بسم الله. يا وكيف تعب صراحة. انجاز كبير صراحة. بيض الله وجهه ما قصر الموتر، رايته بيضة. باقي له شغل بسيط كذا نقول له مع السلامة. والله السيارات هذه صراحة يا جماعة لن ترجع مرة ثانية.
هذه السيارات ما راح ترجع مرة ثانية، خلاص انتهى زمنها. بالصراحة المواتر هذه ما شاء الله تبارك الله لها بصمة في تاريخها، لها تاريخ. بيجي يوم واحد راح يتكلم في السيارات هذه وانجازاتها. الصراحة مواتر صراحة ما شاء الله تبارك الله. طبعا في الظاهر عندي مشكلة في الهيدروليك نضبطه، لكن الحمد لله الموتر ولا غلطة. طبعا انا شايف في نزلة من هنا وفي رافعة من هنا، يا ان السيارة او ان الارضية نفسها فيها مشكلة. نضبط لها صيانة، بسوي لها تلميع ساطع داخلي وخارجي، اسطبات بلمعها، بضبط الصدام اللي ورا، بضبط الشعار من داخل. السيارة ما شاء الله تبارك الله على حطة ايدكم. طبعا هذا اخر فلوق للسيارة هذه. السيارة طبعا ما شاء الله تبارك الله يعني من اجمل الموديلات اللي جربتها لحد الان في تويوتا من ناحية الجيوب. طبعا لو اجرب الموديل الجديد حاجة ثانية، لكن الموديل هذا وهذا اللي قدامي ما شاء الله تبارك الله من اجمل الموديلات صراحة. المهم يا جماعة لا تنسون اللايك، الاشتراك، التعليق الحلو بدون مهاوشات الله يخليكم. يعني تراها في النهاية حديد، لا راح ولا جاء. تمام، نشوفكم ان شاء الله في فلوقات ثانية. السيارات اللي طلبتوها مني من عيون الثنتين، اذا توفرت تبشرون. فلا تحسبوني انا اتعمد اني انا ما يعني اجرب السيارة اللي انتم تبغونها، اذا توفرت من عيوني. هذا كله اجتهاد شخصي من عندي. المهم يا جماعة اشوفكم على خير ان شاء الله في فلوق ثاني، في تجارب ثانية. الى اللقاء. واو كده.